بعد ما حسم ديربي الدور الأول، محرز يحسم الديربي بالدور الثاني. يخرب بيتك يا رياض، هدف بالعقل قبل أي شيء، هدف ثبت فيه رايكو وخدع فيه كل اللاعبين بما فيهم لاعبين الأهلي بقرار التسديد من زاوية صعبة مثل هذه. وأنا ما راح أتكلم عن مجهود إيبانيز بالهدف ومستوى قالينيو اليوم لأني بتكلم عنهم بمقطع خاص إن شاء الله. أنا ودي أتكلم اليوم عن نقطتين لاحظتها بالأهلي، وأول نقطة واللي هي نيايسلا ما صار ياخذ زمام المبادرة وبس، لا صار حتى بعد ما يتقدم يسعى لتوسيع الفارق ويستمر بهجوم المتواصل. ولاحظنا هالشيء بعد الهدف الأول والثاني. يعني لو تابعت المباراة وقتها بدون ما تشوف النتيجة بتشعر أن الأهلي هو المتأخر، ما شاء الله تبارك الله، رغبة عظيمة من الجميع مدرب ولاعبين. والنقطة الثانية واللي هي أن الراحة لمدة أسبوع أثرها كان واضح اليوم على الأهلي. اليوم حتى بأوقات متأخرة من المباراة ما حسسني أنه مرهق ما شاء الله، لا بالعكس كان يهاجم بعد إلى آخر دقيقة. عموما مبروكين، فوز مهم، ويمكن أحلى من الفوز بالنسبة للأهلاويين هو أن الأهلي خلص أغلب الاختبارات الصعبة وما باقي له مباراة قمة إلا مباراة النصر والقادسية فقط. يعني خلص الصعب وراح يبدأ بالسهل الفترة الجاية بعد مباراة القادسية.